اهلا بيكم في ما تيجي اقول لك اكلاشيه. في اكلاشات كتيرة انتشرت في المجتمعات المصرية والعربية، محتاجين نصلحها سواء بالايجاب او بالسلب. منها الغاية تبرر الوسيلة. سمعك بتقول هي دي كمان فيها كلام؟ هقول لك طبعا دي على رأس الاولويات. الغاية اي نعم تبرر الوسيلة، بس لو سيبناها مفتوحة كده اللي عايز يعمل اي حاجة هيعملها علشان يوصل لهدفه، يوصل للحاجة اللي بتمناها. يعني اللي هيتقدم لواحدة وهترفضه هيغتصبها، واللي مش هيلاقي شغل هينتحر، والجعان بدل ما يحلم بسوق العيش، ودي طبعا حاجة بنعترض عليها، هيسرق، والفقراء هيبادوا. أي حد هيحصل له أي حاجة اسم الهدف، اسم القوة الغاصبة أو الغاشمة، القوة الجبارة الباطشة. بيني وبينك كده في حاجتين هما اللي بيحكموك، دين وقانون، والاتنين دول ما تيجي اقولك جاية تقولك بسببهم ان الغاية تبرر الوسيلة لو الاتنين حلال. اخيرا اتمنى نكون استمتعنا وتعلمنا سوا. ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى حسين.